يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. عمرك سألت نفسك هو احنا فعلا عايشين في عالم طبيعي ولا اللي بنشوفه ده خيال؟ النهاردة أنا جايب لك شوية لقطات هتحسسك إن عينك بتخدعك. هنبدأ من الهند مع أغرب شنب ممكن تشوفه في حياتك لدرجة إنه داخل موسوعة جينيس، وهنعدي على أرمينيا نشوف قوة شعر غريبة بتشيل أوزان ما يتخيلهاش عقل. مش بس كده، ده أنا هوريك عارضة أزياء صينية وزنها هيصدمك، وفي الآخر هقولك إزاي تعمل من الفسيخ شربات وتكسب دولارات من شوية إزاز قديم. ولو فاكر إنك شفت كل حاجة في الدنيا فالفيديو ده هيغير رأيك تماما. كمل معايا ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب راجل في الهند واللي اتسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الراجل ده اسمه رام سينغ شوهان وبيعيش في مدينة جايبور الهندية، وعنده أطول شنب في العالم. أيوة مش عايزك تستغرب، وشنبه بيوصل لحوالي 4 متر لما بيفرد الجنبين، يعني الجنب الواحد طوله 2 متر. انت متخيل ان واحد يربي شنبه العمر ده كله لغاية ما يوصل ويكون عامل زي الحبل بالظبط؟ واللي هيجننك بقى، الراجل ده قعد أكتر من 37 سنة ما لمس شنبه بموس ولا مقص، لدرجة انه بيقضي ساعات كل يوم بس عشان يغسله ويهتم بيه. سيبك من شنب عم رام وركز في اللي جاية دي. بنت من أرمينيا شعرها أقوى من حبال الونش. تعال بقى أوريك أغرب بنت موجودة في أرمينيا، والبنت دي عندها أقوى شهر في العالم. البنت بتعلق نفسها وكمان بتعمل حركات بهلوانية، وأحب أقولك إن البنت دي ممكن تسحب بشعرها أكتر من 300 كيلو، لدرجة إنها ممكن كمان تخلي حد يتعلق معاها بالطريقة اللي انت شايفها دي. وامسك عندك المعلومة دي عشان تبقى عارف القصة. البنت دي اسمها فاردينا تاتوسيان، وهي بطلة سيرك عالمية، والموضوع معاها مش مجرد صدفة، دي بتمرن عضلات رقبتها سنين عشان تستحمل التقل ده، وشعرها بياخد عناية خاصة جدا عشان يفضل مصلب طول الوقت وما يتقطعش. سيبك بقى من قوة الشعر وتعالى شوف خفة الوزن اللي محدش يصدقها. انت تعرف ان المشهد اللي انت شايفه قدامك ده حقيقي 100%. البنت دي وزنها بيوصل لحوالي 40 كيلو، ومش عايزك تستغرب لما تعرف ان البنت دي مشهورة جدا في الصين، لدرجة النحافة اللي هي فيها ممكن اي حد يفتكر انه فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي. وعلشان ما تتوهش مني وتعرف اصل الحكاية، البنت دي هي العارضة الصينية لو شي، والسر في نحافتها دي إنها بتتبع معايير جمال قاسية جدا منتشرة في الصين، لدرجة إنها بتوزن أكلها بالجرام عشان تفضل بالمنظر ده وتكون ترند هناك. ومن الجسم اللي زي الورقة تعال شوف الوشوش اللي بتترسم من أول وجديد. تعال بقى أوريك الحاجات الجديدة اللي بتعملها البنات يوم الفرح، وبيغير شكلها 360 درجة وكأنها واحدة تانية. أيوة يا سيدي، الواحدة كأنها داخلة محل نقاش مش كوافير، بيدهنها من فوق لتحت لدرجة إنك مش هتعرفها. وخد المفاجأة دي عندك، الخبراء بيقولوا إن طبقات الميك اب دي ممكن توصل لكيلو كامل على الوش، يعني البنت بتبقى شيلة من المعجون والبودرة عشان تطلع بالمنظر ده. فالله يكون في عون العريس لما تغسل وشها. سيبك بقى من النقاشة وتعال أوريك إزاي تعمل مصلحة العمر من شوية إزاز مكسر. تعال أوريك مهنة هتخليك تكسب ذهب ومن غير ما تدفع مليم. أيوة يا سيدي، المشروع اللي قدامك ده أي حد ممكن يعمله. هتلم الإزاز القديم وتقطعه وتنعمه وتعمل منه تحف فنية تتباع بفلوس كتير. ده حتى الإزاز الغالي ممكن تقطعه وتبيعه بالدولار. واللي لازم تركز فيه هنا إن النوع ده من الفن اسمه فن تدوير الزجاج، وفي ناس بره مصر بتعمل منه ثروات لمجرد إنهم بيحولوا خردة لقطع ديكور بتتحط في أكبر المعارض. يعني اللي انت شايفه زبالة غيرك شايفه منجم فلوس. وعلى سيرة الحاجات اللي بتتباع بالدولار، تعال بقى أوريك العك اللي بيتباع في شوارع الهند. لو بتحب الأكلات الغريبة يبقى لازم تجرب الاختراع الهندي. الموضوع مش مجرد صنف دقته قبل كده، ده بيجيبوا الفاكهة ويغرقوها مشروبات غازية وطاقة زي ما انت شايف، وبعدين يضيفوا التلج والليمون وهي على النار. والأغرب بقى إنهم بيرشوا عليها توابل وملح وشطة، ميكس يخلي طعمها يروح في حتة تانية خالص. وامسك عندك السر ده، الأكلة دي اسمها ستريت فود فروت مسالة، والليمون مع التوابل والمشروبات الغازية بيعملوا تفاعل كيميائي بيخلي الفاكهة طرية جدا وليها طعم مزز غريب. الهند حرفيا ما سابتش حاجة ما بتخترعش فيها. بذمتك في حد شاف كل العجايب دي وما عملش لايك لسه؟ ده احنا لفينا العالم في دقيقتين. قولولي بقى في التعليقات ايه اكتر مقطع صدمكم وما كنتوش متخيلين انه حقيقي. وما تنساش الفولو يا بطل عشان اللي جاي اغرب بكتير. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.